السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بإذن الله تبقوا كويسين. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جاية تكلمين على ايه النهاردة يا ماما فاهيتا؟ جاية أكلمكم على تيتا أم أيمن، وإن هي زعلانة وبتقول القنوات كلها نفاق وكلها كذب، وإن هي عايزة تبيع قناتها وتفتح مشروع صغير. طبعا يا حبايبي، وهنتكلم على البثات العالمية اللي بيعملها هشهش، وهنتكلم كمان على البث اللي عامله محمد جاد وزعل طبعا سعاد، وهنتكلم كمان على صدفة. هنبدأ دلوقتي يا حبايبي وهنتكلم على تيتا أم أيمن. طبعا يا تيتا أم أيمن أنا هتكلم كلمتين دلوقتي، بس أتمنى ما تزعليش مني. أنا هقول الحق بما يرضي الله، ومليش دعوة ولا بيكي ولا بالقناة اللي انتي زعلانة منها، لان انت يا تيتا ام ايمن ما تزعليش مني، واحترامي طبعا ليكي زي ما القناه التانيه كانت بتحترمك لغايه اخر لحظه يا تيتا ام ايمن، وانت اصريتي اللي انت تضغطي عليها واللي انت تدوسي عليها بالفيديوهات اللي كنت بتنزلها لها على المنتدى، وهي كانت مع خلاف مع قنوات تاني زمان او من فتره يعني. فطبعا كل شويه تنزلي الفيديوهات دي على المنتدى وتضغطي طبعا عليها، ان الناس كانت بتشتم فيها وبتعنف فيها. وكمان يا تيتا ام ايمن بقيتي تطلعي تحاسبيني عليها هي واهل بيتها، ومفيش حد ايا يكن لو هي مراعيه سنك يا تيتا ام ايمن مره واتنين وتلاته واربعه الانسان بيفيض بيه. الانسان ليه طاقه وما بيراعيش بقى ايه ان دي كبيره او دي صغيره او كده، فما بيراعيش، لان بيصبر عليكي مره واتنين وتلاته وعشره وعشرين يا تيتا ام ايمن. فلما لقت مفيش استجابة عندك فاضطرت ان هي تغلط فيكي. فطبعا يا تيتا ام ايمن هي محتواها ان هي بتنتقد قنوات معينة، بتنتقد السلبيات وبتنتقد الاخطاء اللي في القناة. فانت يا تيتا ام ايمن حاشرة نفسك، ما تزعليش مني. كارت شحن يا تيتا ام ايمن. فانا معرفش يعني ايه اللي مزعلك في الموضوع ده، او انت عايزة تبيعي القنوات بتاعتك ليه؟ يعني انت برضه يا تيتا ام ايمن احترامي ليكي، انت اللي غلطتي. يعني اقول مثلا هي غلطت عشان انت مثلا ست كبيره وكده، بس لما فاض بيها يا تيتا ام ايمن يعني مره واتنين وعشره وعشرين تتكلمي وتدعي وتشتمي وتحاسبني وحاجات كتير انا كنت بشوفها منك. يعني القناه دي يا تيتا ام ايمن بايعه اخواتها، والقناه دي ليها اخطائها وليها سلبياتها وليها مساوئها على اليوتيوب. انت حباها او كرهاها او انت مثلا منحازه ليها، ده شيء يرجع لك انت، خليه ما بينك وما بين نفسك. لان انت يا تيتا ام ايمن لما بتطلعي تنتقدي اي حد ولا تتكلمي على اخطاء اي حد، ما بتلاقيش قنوات بتدخل بتهاجمك بالطريقه اللي انت بتعمليها دي. ما بتدخلش قنوات تحاسبن عليكي وتشتمك وتعنفك والكلام ده كله. خلوا يا جماعه كل واحد بمحتواه. اللي عايز ينتقد، انا مثلا شايفه ان تيتا ام ايمن كويسه اطلع اقول عليها كلمه كويسه، في ناس تاني ممكن تشوف سلبيات تطلع تتكلم عليها. فمش عايزين يا جماعه يبقى في حرب وفي اللي احنا نعنف بعض واللي احنا نكره بعض بالطريقه دي. فيا تيتا ام ايمن لا، خليكي في وسطينا، وانت طبعا منورانا. ما تقوليش كلمه نفاق او كلمه كده، لا طبعا. احنا بنقول يا تيتا ام ايمن السلبيات اللي في القنوات اللي بيطلع من لسانهم ومن بيوتهم. احنا ما بنفتريش على حد، واحنا ما بنقولش كلمة مش موجودة على لسانهم. هم اللي فتحوا حالهم وهم اللي بيتكلموا وهم اللي بيعملوا سلبيات في قناتهم، فده اللي بيخلينا نطلع ونتكلم. فانت ايه اللي مزعلك يا تيتا ام ايمن؟ انا مش عارفة. فربنا باذن الله يا تيتا ام ايمن يروق بالك، وربنا كده ان شاء الله يهدي النفوس كده ايه على بعض. وده يا حبايبي كان اول موضوع. نبدا بقى ايه على الموضوع التاني. طبعا يا جماعه شايفين هشهش والبستات العالميه اللي ليل ونهار نازل يعملها، ومش وراه طبعا لا شغله ولا مشغله ولا المطعم اللي هو بيقول عليه ولا الاعمال ولا السفر ولا الكلام الفارغ اللي هو نازل ليل ونهار يقول لنا عليه. ده شكله كل ده فيك في فيك، وهو قاعد كده على الكنبه، مش وراه ولا شغله ولا مشغله غير البستات على صدفه وعلى اخواتها وخراب البيوت، بس مش اكتر. طبعا يا حبايبي هشهش اتكلم على صدفة، وان هي كانت طالبة خمور من لميا. طبعا لميا هي اللي مدياله التسجيلات دي كلها علشان تفضح صدفة.
فطبعا يا حبايبي كلنا طلعنا وبرقنا صدفة، قلنا ان دي برفانات، والله اعلم ورسوله برضو. وقلنا الايام هتبين اذا كان دي برفانات او خمور. طبعا يستكفي هشش على كده؟ لا، نازل ليل ونهار يتكلم على اعراض ويسب ويشتم وكلام. انا معرفش ده هيواجه ربنا ازاي، انا معرفش. يعني بني ادم كاره نفسه وكاره الحياة. لما يكون واحد عنده بنات وزوجة ويتكلم الألفاظ دي، ده بمجرد لو متابعة بس دخلت قالت له أي حاجة بيسب ويسخط عليها ويسب في عرضها، وانت عارفها. يعني انت عارفها كمان المتابعة دي عشان تقول فيكي وفيكي وفيكي وتسب العرض. ده انت ربنا هيولع فيك بجاز والله العظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل بجد في اللي انت بتعمله ده يا حبايبي. بالنسبة لهشهش والمصايب، طبعا لو ما طلعش عمل البستات دي يعني مش هيقدر يقبض اخر الشهر ولا يجيب كسوة الشتاء. فانا معرفش هو بيستفاد ايه من سب الاعراض ليل ونهار، وان هو قاعد كده يجيب سيرة دي وسيرة دي وسيرة دي ويخرب ما بين الاخوات. عايز يوقع ياسمين في صدفة، وعايز يوقع سعاد في اخواتها، وعايز يخرب الدنيا زي ما طبعا خرب ما بين ضني وما بين ياسمين. فربنا يجازيك على عملك، وبإذن الله هتلاقيه قدامك إن شاء الله. نتكلم بقى يا حبايبي على موضوع محمد جاد والبث اللي هو عمله. طبعا لما لقى هشام ان هو طلع كده على اخته ان هي طبعا طالبه خمور والكلام ده كله، محمد يسكت؟ لا طبعا ما سكتش، عمل بث هو كمان. وصراحة البث ده كان عالمي، كان محتاج ان كلنا نشوفه. لم فيه كل اعداء هشهش فيه، وفضلوا يتريقوا عليه ويتمسخروا عليه ويتكلموا كلام والله العظيم بجد. يعني هشهش يستاهل هو بس، مش اهل بيته، لان دي طبعا اعراض. ومحمد طبعا يا جماعة سب عرض مراته وعرض بناته، واحنا يعني ما نرضاش بحاجة زي كده عشان هي وليا. اذا كان هو فهو يستاهل لان هو سبب اعراض، بس مراته وبناته لا يا محمد، ما كانش ينفع اللي انت كل شوية يعني تتكلم في عرض مراته وعرض بناته والكلام ده كله. وصراحة يا جماعة اللي كانوا في البث كلهم اجروا فيه، وكانوا صراحة مخليينه ما يسواش 3 تعريفة، لان هو صراحة يستاهل، هو يستاهل. ومحمد طبعا قال له انا عندي حاجات كتير، انت معاك الصندوق الاسود، انا معايا كمان صندوق اسود ومعايا صور وانت بتشرب خمور وبتسب الدين وانت بتتكلم كلام كبير. هنزل لكم يا جماعة عند المحلاوي الفيديو وهو بيسب الدين وبيتكلم ان هو عايز ايه، مخدرات. فطبعا يا حبايبي يعني محمد كان ساير جدا وزعلان ان الكلام ده طلع على اخته. فطبعا اي حد مكانه هيعمل كده، بس يا محمد مش بسب الاعراض، بس مش بسب الاعراض. وكمان في قنوات بتطلع بتقول لا يا جماعه مش عايزين سب اعراض، وهشش ده بتاع سب اعراض. لقيتهم كمان عند محمد اللي انا استغربت له، يعني ان هم كمان بيسبوا الاعراض، وهم كمان بيتكلموا في التعليقات في سب الاعراض في مراته وفي بناته. ازاي انتوا تطلعوا مثاليين وبتطلعوا تقولوا لا يا جماعه مش عايزين سب الاعراض، وهو هشش سبب اعراض، وانتوا كمان طالعين تسبوا الاعراض؟ يعني ده اللي انا استغربت له صراحه. يعني الواحد برضو يقول اللي ليه واللي عليه. انتوا ازاي بتطلعوا في قنواتكم بتقولوا ده هشش سبب اعراض وفيه وفيه وفيه، وانتوا اول الناس بتخشوا برضو البث عند محمد وبتسبوا الاعراض؟ انا صراحه انا استغربت برضو من الموضوع ده. فما ينفعش يا جماعه، كل واحد ليه ملك وكل كلمه بتقعد للانسان. طلعت لنا يا جماعه سعاد وكان وشها زعلان جدا جدا، وشكلها كان متاثر خالص من الكلام اللي بيحصل حواليها وعلى اختها وموضوع الخمور والكلام اللي بيحصل ده كله. فطبعا قالت يا جماعه انا جبت سيره اختي او سيره اللي احنا جبنا خمور، او اختي ان هي طلبت خمور والكلام ده كله. فقالت يا جماعه انا خرجوني من كل حاجه وماليش دعوه باي حاجه، انا ليا محتوايا، اذا كنت اعمل اكله او اعمل روتين او اعمل اي حاجه ملكوش دعوه باي حاجه خالص، خرجوني بره الموضوع، واحنا لا بتوع خمور ولا بتوع اي حاجه. والبث اللي انا عملته امبارح اي حد يجيب لي كلمه لو انا اتكلمت على اختي او اتكلمت طبعا اللي انا قلت ان الخمور دي جبناها لينا ولا لاي حد. قالت كمان
ان ممكن مثلا نطلب من اي حد وهو جاي مثلا بالطياره ان هو يجيب لنا مثلا قاروستين سجاير، او يجيب لنا اي حاجه بسيطه عشان طبعا الجمارك وكده ما يكونش يعني عليها جمرك. وقالت كمان ان ممكن ان هما يطلبوا الخمور دي او الحاجات دي بتبقى مثلا هدايا لاي حد، بيبقوا مثلا جايبينها هدايا لاي حد. فهي طبعا طلعت وبرأت نفسها وقالت يا جماعه انا ماليش دخل، عشان طبعا نفسيتي تعبانه وما تدخلونيش خالص في اي حوارات بتحصل على اليوتيوب. انا اسمي سعاد جاد ومحدش يدخلني في اي حاجه خالص. طبعا مش معنى اللي انا بقول كده يا جماعه اللي انا بهاجم صدفه، لا طبعا. انا من اوائل الناس اللي طلعت وقالت دي برفانات، لان انا لما بحثت على جوجل لقيت نفس الاسماء دي بالظبط، منها عطور. وانا طبعا مش مع القنوات المطبلاتيه عشان خاطر المتابعين يقولوا لا دي بتحب صدفه اما ندخل بقى ونتابعها ونكبر قناتها والكلام دوت. انا بقول كلمه الحق، بقولك يا صدفه كان المفروض تطلعي وتحترمي متابعينك اللي بيحبوكي وبيقدروكي ومستنيين منك كلمة يعني اللي انتي تعرفيهم الحقيقة، ومستنيين منك الرد. لازم كنت تطلعي تحترمي المتابع بتاعك وتقولي ان دوا مثلا انا كنت جايبة الحاجة دي لناس مثلا بواجب بيها، او ناس كانت طالباها مني، او مثلا الحاجات دي عطور. كان لازم تطلعي برضو يا صدفة تردي على الناس وتردي على اللي هشام طلعه. فانت طبعا عملتي يعني عكس كده خالص وما رديتيش وخليتي الكلام يكتر حواليكي، فانت برضو غلطتي في النقطة دي. وبهنا يا حبايبي يكون الفيديو بتاعي خلص، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.